عمري ما كنت بصدق في وجود الأشباح، مع إني كنت بعلم في مدرسة سانت ماري اللي جنب مقابر قديمة. كان في كلام بيتقال من الناس الكبار إن الراهبات بيتمشوا في المكان بعد الغروب. كانوا بيقولوا إن الأرواح دي تخص راهبات ماتوا بشكل مأساوي في حريقة من سنين كتيرة، وبيقولوا لو قعدت الوقت متأخر في المدرسة هتسمع صلواتهم ممزوجة بطلب المساعدة. ورغم الحكايات المرعبة ما حصلش حاجة من دي لحد اليوم المشؤوم ده. كان يوم جمعة بعد الظهر لما المديرة أعلنت إغلاق كامل للمدرسة. الظاهر إن كان في مجرم هرب من مستشفى الأمراض العقلية، وده كان بيمثل خطر علينا. الشرطة نصحت إننا نقعد جوه وما نخرجش، وبقينا محبوسين في المدرسة لحد ما تجيلنا تعليمات جديدة. المدرسة عادة كانت بتبقى فاضية قبل الغروب، بس في اليوم ده لقيت نفسي في موقف مرعب، محبوسة والمقابر جنبنا على طول. الدنيا ظلمت بسرعة والممرات كانت بتبقى أكتر كآبة. الطلبة كانوا متوترين وخايفين بشكل مرعب، متجمعين في قاعة الاجتماعات. حاولت أهديهم طبعا. المديرة طلبت من كذا مدرسة إنهم يلفوا على الفصول يشوفوا إذا كان في طلبة لسه موجودين. تطوعت وخدت كشاف من المخزن. الكهرباء كانت لسه شغالة، بس الممرات كانت مظلمة بشكل غريب. خطواتي كانت بتعمل صدى وأنا ماشية في الممرات الهادية. فصل ورا فصل فتشت، الكراسي فاضية، مفيش حاجة غريبة، لحد ما وصلت الفصل تالتة. الباب فتح بصوت وحسيت ببرد غريب ومفاجئ. الفصل كان مظلم إلا من نور الكشاف اللي معايا، وأنا بفتش شفت حاجة بتلمع على الأرض. قربت منها، طلعت سلسلة صليب فضة صغيرة واقعة في بركة من سائل غامق. دم، أيوة كان دم. قلبي بدأ يدق بسرعة ولفيت علشان أخرج، بس الباب اتقفل بقوة. درجة الحرارة نزلت فجأة وسمعت همسات خفيفة بكلمات مش فاهمها. حاولت أفتح الباب بس ما كانش راضي يفتح. الحقوني بسرعة، الخوف ملاني، حد يساعدني أرجوكم. بس محدش كان سامعني. كل الناس كانوا بعيد. الهمسات بقت أعلى وممزوجة بصوت خطوات ناعمة. لفيت حواليا وشفتهم ظلال بتتحرك على الحيطان، 3 في لبس راهبات وشوشهم سودة زي الجلد القديم. بيقربوا مني والهمسات بتعلى وتتغير. رجعت ورا وحاولت افتح الباب بأي شكل. قربوا مني أكتر والصلوات بقت أعلى. واحدة منهم قربت مني وفجأة حسيت بإيد باردة حوالين دراعي. صرخت وسحبت إيدي، بس القوة دي شدتني فوقعت على الأرض. راسي اتخبطت في طرف المكتب ووجع شديد اتفجر في جمجمتي، والظلام بدأ يغزو عيني، بس حاربت علشان ما فقدش الوعي. الهمسات بقت صخبة وال3 وقفوا فوقي. واحدة منهم قربت مني وبصت في عيني وهمست همسة غريبة. رفعت إيديها السودة العفنة ناحيتي، بس فجأة وقفت لما شافت الصليب اللي متعلق على رقبتي. دي كانت الفرصة اللي كنت محتاجاها، وبسبب الأدرينالين قدرت أزحف ناحية الباب. لقيت المقبض والمرة دي فتح. جريت بره الفصل وقفلته ورايا جامد. الهمسات وقفت ورجعت لقاعة الاجتماعات وراسي بتنزف. الأستاذة سالي المدرسة بصت لي بخوف. مريم مالك، في إيه اللي حصل؟ لازم نخرج دلوقتي. وقبل ما نتحرك الأنوار في القاعة بدأت تترعش، والهواء اللي كان بيهب فجأة وقف. وفجأة الأطفال في الخلفية بدأوا يصرخوا. كلهم شافوها. واحدة في لبس راهبة واقفة هناك لثواني بس قبل ما تختفي فجأة. حصلت فوضى في المكان. جمعنا الأطفال وكلنا اتحركنا ناحية الباب الرئيسي. الغلق كان لسه شغال، بس القعدة جوه بقت أخطر. وأخيراً وصلنا للباب الرئيسي ولقينا عربية شرطة واقفة بره، وواحد من الضباط جالنا. مش عايز حد يخاف، احنا هنا علشان نخرجكم. عرفونا إن المجرم اتقبض عليه وكان قريب جدا من المدرسة، وإن الكل بأمان. الإحساس بالراحة غمرنا. خرجنا، بس الدنيا كانت برد. بصيت ورايا على المدرسة، شبابيكها المظلمة زي العيون اللي بتبصلنا وإحنا بنمشي. الأساطير ما بقتش مجرد حكايات، واتأكدت إنها حقيقة للأسف. بعد اللي حصلي قررت أخد كام يوم إجازة علشان أنسى اللي حصلي وأحاول أتعافى. فاكر اليوم اللي خليت فيه مراتي تتفرج معايا على فيلم الرهبة؟ كل مشاكلي بدأت من الليلة دي. أنا بكره الفيلم ده. ليه بتخليني أتفرج على الحاجات دي قبل ما أنام؟ علشان تنامي بدري وتبطلي إزعاج بالليل. ممكن نبطل نتفرج على الحاجات دي؟ ليه؟ أنا كنت فاكر إنك مش بتخافي. كنت بحب أرخم عليها على طول، لكن ما كنتش أعرف اللي هيحصل. هي ما خافتش لما الرهبة ظهرت على الشاشة، وشها كان مرعوب بس ما غمضتش عينيها. بدأت تبص للراهبة، وفجأة
بطلت كلام. حسيت إن في حاجة غلط. انتي كويسة يا حبيبتي؟ شش. لقيتها مندمجة جدا. كملنا الفيلم في صمت تام. لما خلص قمت، حاسس اني عايز انام. يلا نروح ننام. لكن سارة فضلت قاعدة بتبص على الشاشة. يا سارة. قعدت باصة للشاشة من غير أي حركة. كانت زي ما تكون مسحورة بالفيلم. زقتها شوية. يا سارة، الفيلم خلص. ها؟ إيه؟ يلا نروح ننام. ها؟ نوم؟ طيب. قامت ببطء ودخلت الأوضة وقفلت الباب جامد وراها. ليه بتتصرف كده؟ طفيت التلفزيون ورحت الأوضة، لكن لما حاولت أفتح الباب لقيته مقفول من جوه. سارة، ليه قفلتي الباب؟ فضلت أخبط وأخبط لكن ما فتحتش. سارة، انتي زعلانة مني؟ طيب أنا آسف، خلاص مش هنتفرج على أفلام رعب تاني. ممكن تفتحي الباب؟ أنا ميت من النعس. سيبني لوحدي. صوت سارة كان بارد جدا. فهمت إني يمكن أكون زودتها المرة دي. يمكن ما كانش لازم أخليها تتفرج على الفيلم ده. فرحت أنام على الكنبة. كنت تعبان وهي طردتني من الأوضة. فهحاول أصالحها الصبح لأن ما كنتش قادر أفتح عيني من التعب. تصبحي على خير يا حبيبتي. مش فاكر كانت الساعة كام، بس صحيت على صوت تنفس تقيل. لاحظت باب الأوضة كان مفتوح شوية. ما كنتش شايف حاجة جوه الأوضة سارة. لأنها كانت ضلمة خالص. استنيت أسمع صوت سارة تناديني عشان أرجع، لكن كانت الدنيا هادية بشكل مرعب. يا ساتر يا رب يا سارة، إيه الهبل ده؟ مين اللي خايف دلوقتي؟ لقيت سارة واقفة قدامي بتبصلي بطريقة مرعبة، والضحكة على وشها كانت كافية إنها تجيب لي سكتة قلبية. كنت هزعق لها لكن لقيتها بترجع على الأوضة. قبل ما تدخل وقفت وبصت لي ببطء. حسيت بالخوف من نظرتها. كفاية يا سارة، انتي زودتيها الصراحة. تقدر تنام على السرير لو عايز. دخلت بس المرة دي ما قفلتش الباب وراها. كنت شايف نص وشها من الفتحة في الباب. ليه بتتصرف بطريقة غريبة كده؟ بالرغم من إني كنت عايز أنام على سريري، ما كانش عندي الشجاعة اللي تخليني أدخل الأوضة، لأن في حاجة فيها اتغيرت من بعد الليلة دي. بدأت أفهم إن الفيلم لعب في دماغها. دورت على النت عن حالات ناس بتتصرف بشكل غير طبيعي بعد ما تتفرج على فيلم رعب. لقيت إن مش كل الناس عندها قلب قوي. كنت ناوي أروح لدكتور نفسي عشان سارة، لكن اللي حصل الليلة دي كان كفيل إنه يرعبني. كنت خايف أنام في الأوضة، فرجعت أنام على الكنبة تاني، لكن المرة دي كنت براقب باب الأوضة. كنت عايز أكون مركز لو سارة خرجت تاني. مش فاكر إمتى نمت، لكن فجأة ضحكة مرعبة جمدتني من الخوف. مسكت مضرب البيسبول اللي كنت مخبيه تحت الكنبة. أنا أكيد مش هضربها، لكن لو كانت ملبوسة كنت محتاج حاجة أدافع بيها عن نفسي. عارف إن الكلام ده ممكن يبان تخاريف، لكن صدقني لما فتحت باب الأوضة كنت مرعوب. كنت خايف على سارة، خايف على نفسي. الأوضة كانت مقلوبة كأن عاصفة عدت من هنا. مع ضوء خافت من الأباجورة لاحظت إن في كلام مكتوب على الحيطة في كل مكان، وسارة كانت واقفة جنب الشباك بتبص بره. سارة، إيه اللي حصل لك؟ سارة كان مدهون وشها زي الراهبة، وكانت لابسة زيها. كانت مهووسة وتحولت لواحدة مجنونة. الدموع نزلت من عيني، ولأني أنا السبب إنها اتجننت. ندمت إني وريتها الفيلم ده. فضلت تضحك زي المجنونة، وكل اللي قدرت أعمله إني أعيط وأصرخ. لا، إيه اللي أنا عملته؟ في النهاية، شكراً لمشاهدتك الحلقة كاملة. تابعني على الفيسبوك علشان بنزل عليه قصص هناك. هتلاقي اللينك في التعليقات وصندوق الوصف، وما تنساش تكتب كومنت علشان تعليقك يظهر في آخر الحلقة. ويلا سلام من غير باي.